باريس يدمر نجومه الكبار ولهذا السبب رحل نيمار إلى الهلال. ونيمار أتمنى تحقيق 4 بطولات رفقة الهلال هذا الموسم. وبعد انضمامه إلى الهلال ياسين بونو يكشف فشل انتقاله إلى ريال مدريد. والاتحاد السعودي يفاوض الهلال لضم نجم الفريق. وميتروفيتش جئت إلى السعودية من أجل مباراة الاتحاد. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. نفى المسؤولية عن الثلاثي في الفشل بدوري الأبطال. دفع ليوناردو المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان عن الثلاثي نيمار وكيليان مبابي وليونيل ميسي نافيا صفة الأنانية عنهم بشكل كامل. فترة الانتقالات الصيفية الماضية شهدت تفكك هذا الثلاثي برحيل ميسي لخوض تجربة جديدة مع انتر ميامي وانتقال نيمار إلى صفوف الهلال السعودي ضمن طفرة دوري روشن. وفي مقابلة استبعد ليوناردو أن تكون الأنانية هي السبب وراء تعثر الهجوم الثلاثي الشهير مع باريس سان جيرمان خاصة في دوري أبطال أوروبا. وقال البرازيلي هؤلاء الرجال يتمتعون بمستوى كبير من الموهبة وليسوا مقعدين. إنهم يحلون المشاكل أكثر مما يخلقونها وإذا كان لابد من حل مشاكلهم فقد تم حلها. عليك أن تقبل الإيجابيات والسلبيات. وفي نفس السياق يؤمن ليوناردو أن الثلاثي لم ينسجم بشكل الكامل على أرض الملعب لكنهم يعتقدون أن النادي فشل في جعل ميسي ونيمار ومبابي يشعرون بالرضا الكافي والحالة النفسية المناسبة. وأما عن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي يستطيع الحفاظ على مستواه والقدرة التنافسية لديه هناك. أعتقد أنها صفقة ضخمة لأن الدوري السعودي أجرى العديد من الصفقات الضخمة مع نجوم كبار لذلك قرر نيمار المشاركة في هذه الطفرة. يذكر أن ليوناردو رحل عن باريس في مايو 2021 وسط توترات مزعومة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ارتبط كثيرا بمغادرة النادي والانتقال لريال مدريد. ونيمار أتمنى تحقيق 4 بطولات رفقة الهلال هذا الموسم. تحدث النجم البرازيلي نيمار في فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حلمه في الموسم الحالي رفقة نادي الهلال السعودي. وقال نيمار بعد سؤاله عن عدد الأهداف التي يتوقع أن يحرزها رفقة الهلال أكثر من 30 هدفا وأكثر من 20 أسيست في الموسم وعن عدد البطولات التي يرغب في تحقيقها رفقة الزعيم قال البرازيلي أتمنى تحقيق 4 بطولات. وأشار إلى عدد قصات الشعر التي يرغب في إجراؤها رفقة الزعيم 3 قصات على الأقل خلال الموسم الحالي. وعقد نيمار مع الهلال السعودي. وانتقل نيمار إلى صفوف نادي الهلال السعودي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد إلى عام 2025. ويواصل نيمار البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطاقم الطبي لنادي الهلال للتعافي من الإصابة التي تعرض لها رفقة نادي باريس سان جيرمان. ومن المقرر أن يشارك في مباريات الزعيم بعد نهاية البرنامج التأهيلي. ويتواجد فريق الهلال في صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة متساويا مع المركز الثاني فريق التعاون في عدد النقاط. وبعد انضمامه إلى الهلال ياسين بونو يكشف فشل انتقاله إلى ريال مدريد. كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي عن سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2023. وقال بونو في تصريحات تلفزيونية شعرت بأن الوقت قد حان لمغادرة إشبيليا. لقد قدمت كل شيء لهذا النادي وفي داخلي لم تعد لدي نفس الطاقة لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة جديدة. وواصل تلقيت عرضا من ريال مدريد وكانت الأولوية لي لكن كأس أفريقيا عقدت الأمور وتم. سوف أعود لإشبيليا لأقول وداعا لهم. إنه النادي الذي عشت فيه أفضل مسيرة منذ أن كنت في أوروبا. وصرح الحارس المغربي ياسين بونو أنه انتقل إلى نادي الهلال السعودي بعد أن قدم كل ما في وسعه لفريقه السابق إشبيليا. في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية كشف حارس المنتخب المغربي أنه ما زال على تواصل دائم بزملائه السابقين في الفريق الإسباني ويتابع أخبارهم ومباراتهم أثناء تواجده في السعودية. وقال بونو إشبيليا جزء من حياتي وسأظل عاشقا للفريق طوال حياتي فالحب الذي قدمه الجماهير لي هناك كان شيئا لا يصدق. نجم أسود الأطلس انضم إلى الهلال في أغسطس الماضي بعقد لمدة 3 أعوام حتى 2026. والاتحاد السعودي يفاوض الهلال لضم نجم الفريق. دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع إدارة نظيرتها في الهلال للتعاقد مع نجم الفريق الأول
ودعم صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 وقبل غلق باب انتقالات الصيفية هذا الموسم. ويرغب نادي الاتحاد في ضم النجم السعودي الدولي سالم الدوسري جناح الزعيم مستغلين الغياب المحتمل للاعب عن تشكيل الفريق الأساسي في الفترة المقبلة، ومع بداية ظهور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد فترة التوقيف الدولي. كما تريد إدارة نادي الاتحاد حسم الصفقة سريعا قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي للسماح لهم بتسجيل اللاعبين لإمكانية مشاركتهم في كأس العالم للأندية 2023. ينتهي عقد سالم الدوسري مع نادي الهلال في يونيو من عام 2025 ويتبقى له موسمين رفقة الأزرق الرياض، وكانت بداية اللاعب مع الأزرق في عام 2011. سالم الدوسري بديل محمد صلاح. يبدو أن نادي الاتحاد يرغب في ضم سالم الدوسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون بديلا من محمد صلاح الذي لم تنجح الإدارة في حسم التفاوض معه بعد رفض يورجن كلوب المدير الفني للفريق رحيل اللاعب. وميتروفيتش جئت إلى السعودية من أجل مباراة الاتحاد. كشف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال أن مباراة فريقه أمام الاتحاد كانت سبب قدومه إلى الدوري السعودي الذي وصفه بأنه سيصبح من أقوى مسابقات كرة القدم في العالم. وانضم الدولي الصربي البالغ من العمر 28 عاما إلى الهلال في الانتقالات الصيفية قادما من فولهام الإنجليزي. وقال المهاجم في تصريحات تلفزيونية ليورو نيوز: لقد انتقلت إلى الهلال من أحد أفضل الدوريات في العالم، من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتقد أن الدوري السعودي لديه كل هذه الأشياء، وفي السنوات القليلة المقبلة سيصبح أحد أفضل الدوريات في العالم. وأضاف: توجد الإمكانيات في السعودية إضافة إلى الجماهير، والجميع يملك شغف كرة القدم، والعديد من اللاعبين يرغبون بالانضمام إلى الدوري خاصة عندما يشاهدون مباراة قوية مثل لقاء اتحاد جدة والهلال. ووصل ميتروفيتش: لم أشاهد مباراة في مسيرتي مثل مواجهتنا أمام الاتحاد، كانت مواجهة رائعة، لذلك فهذه المباراة أحد الأسباب التي جعلتني أنتقل إلى السعودية، لا سيما بعد الاستقبال الرائع الذي حظيت به من قبل النادي واللاعبين والجماهير، وأنا سعيد حقا. وخاض الهداف التاريخي لمنتخب صربيا 3 مباريات مع الهلال في الدوري، سجل 4 أهداف وساهم في هدف. والهلال يرفض عروض بشأن محمد العويس، والأخير مصر على ترك الفريق. أكدت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال رفضت عرض رسمي مقدم من نظيرتها في الاتفاق بشأن إعارة محمد العويس، وذلك لضعف المبلغ. وأضافت تلك المصادر أن الهلال يرفض كذلك عرض الشباب على الرغم من إصرار اللاعب ورغبته الكبيرة في ترك الفريق. يذكر أن العويس أبلغ إدارة نادي الهلال من قبل أنه يود أن ينتقل قبل انتهاء الميركاتو الحالي حتى يضمن مشاركة أكبر، حيث أنه متخوف من تعاقد الهلال مع المغربي ياسين بونو.